تمام، باقي معايا خمس صلاة كامل لاباس. اليوم رجعت لكم من جديد بوصفة جديدة اللي هي كيكة الشوكولا بصلصة الشوكولا. كيكة تجي خفيفة تاع الصح، ولاصوص تاع الشوكولا فيها واحد الجو هايل. ان شاء الله تعجبكم. اذا عجبتكم تابعوا لا فيديو حتى التالي باش تكتشفوا الطريقة. بلا ما ننسى، نتمنى من كل مشتركاتي الغاليات انهم كي يشاهدوا لا فيديو تاعي على الاقل يشاهدوه 3 دقائق والله، باش هكذاك الاشتراك تاعهم يثبت. وما تنسوش اللايك باش هكذاك لا فيديو تاعي يطلع. وفي الاخير نشكركم كامل، وان شاء الله نكون في المستوى ونقدم لكم كل جديد. تابعوا لا فيديو حتى التالي باش تكتشفوا طريقة صنع هذه الكيكة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نحتاج في هذه الكيكة كاس تاع حليب يكون دافي، كاس تاع زيت، وكاس تاع السكر، ونصف كاس تاع كاكاو بني اللي هو 2 مغارف، وكاس ونص فرينة، وعلبة تاع خميرة حلويات، وجوج حبات تاع بيض. نجوزو طريقة التحضير. اول حاجة نحطو هذاك الكاس تاع السكر اللي هو يوزن 200 غرام، اللي حبت دير بالميزان. نحطو الكاس تاع السكر هو الاول، نضيفو له نصف الكاس تاع الكاكاو البني اللي هو 2 مغارف، نزيدو نضيفو له كاس الزيت، ونزيدو نضيفو كاس تاع الحليب. من بعد نخلطوا هذه المقادير كامل مع بعض حتى يذوب معنا ذاك السكر وينسجم مليح الخليط مع بعض، وحتى نتحصلوا على نوعا ما كأنها صلصة الشوكولا. نضيفوا شوية عطر تاع الكراميل باش هكذاك الجو تاعها يجي هايل. ونستمر في الخلط حتى يذوب معانا السكر كامل. تخلطوها مليح حتى يذوب كامل هذاك السكر، وتندمج المقادير مع بعض حتى نتحصلوا على هذه الصلصة. وبعدها من هذا الخليط نقصه نصف كاس نقصه من هذا الخليط، نخلوه بجهة ونروحوا نكملوا طريقة تحضير الكيكة. في هذا الوقت راح نضيفوا حبات البيض اللي هما 2 حبات تاع بيض. نحطوا حبات البيض ونخلطوهم مليح. وبعد ما نخلطوهم مليح راح نضيفوا الفرينة. حاولت اني نديرها لكم بالكاس باش هكذاك تعرفوا العبر. نديروا الكاس الاول، ومن بعد نضيفوا له وحدة تاع خميرة الحلويات اللي هي 10 غرام. نحاولوا ان ندخلوا ديك الخميرة في الفرينة. من بعد نخلطوا الخليط مع بعض بهذا الشكل. نخلطوه مليح هذيك الفرينة مع الخليط بهذا الشكل، نخلطوها مليح. وبعد ما خلطنا الكاس الاول راح نضيفه الان نصف كاس تاع فرينة، نصف كاس تاع فرينة اللي هو نصف كاس تاع فرينة. حاولت اني نديرها لكم بالكاس باش هكذاك تحكموا المقدار، وتبقى الفرينة كل فرينة وحسب نوعيتها.
بالتقريب تدي كاس ونص تاع فرينة. راح نستمر في خلط الخليط مليح حتى نتحصلوا على هذا الخليط. نجيبوا المول تاعنا بعد ما دهناه بشويه زبده ودرينا عليه شويه فرينه، نحطوا فيه الخليط تاعنا. وفي هذاك الوقت تكوني سخنتي الفرن تاعك. وبعدها بعد ما حطيناه في المول نحاولوا ان نضربوا المول بهذا الشكل باش كامل هو يخرج من هذوك الفقاعات. من بعد ندخلوها للفرن طيب من التحت، وكي طيب من التحت نشعلوا عليها من الفوق. وهاي ليك الكيكه تاعنا بعد ما طابت نجيبو كيغدو ونثقبوها ونشربوها بشويه تاع سيرو. اذا حبيتي تشربيها بشويه تاع حليب مع شوكولا كيما حبيتي، ولا ما حبيتيش قاعد تشربيها ما تشربيهاش. راح نضيف لهذاك السيرو تاعنا الشربات نضيف لها شويه تاع عطر الكراميل ونشربوا كامل الكيكه تاعنا بهذا الشكل كيما قادره انك ما تشربيهاش. نحاولوا ان نشربوها من كل الجوانب. وفي هذاك بعد ما شربناها هنايا عندنا 100 غرام تاع شوكولا ذوبتها في حمام مائي. من بعد نضيف لها هذاك النصف الكاس تاع الخليط اللي نقصناه من الخليط الاول، نضيف لديك الشوكولا ونزيدو واحدة دانات تاع شوكولا. ونحاولوا ان نخلطوا مليح هذوك المقادير مع بعض حتى ينسجموا مع بعض ونتحصلوا على صوص تاع شوكولا يجي هايل تقدري تستعمليه في اي طرصة تحبيها. حاول انك تخلطيها مليح باش هكذاك تنسجم مليح المقادير مع بعض. نستمر في الخلط بهذا الشكل. نبقى نخلط، من الأحسن أن نستعملو فوي باش هكذاك تتخلط لنا مليح. وهاي ليك بعد ما خلطناها مليح ورجعت معنا ليس راح دركا نطلو بها الكيكة تاعنا. نطلو بها كامل الكيكة تاعنا بهذا الشكل. وهذا هذا الصوص تاع الشوكولا تجي الصلصه تاع الشوكولا تجي هايله تاع الصح. جربوها والله غتخرج معكم هايله. من بعد لي حطيناها فوق التورته تاعنا نحاولوا ان نسووها بهذا الشكل. من بعد نحطوها تبرد وبعدها راح نقدمها لكم في طبق التقديم. خليها تبرد ومن بعد نقسموها مع بعض. وهاي ليك الكيكه تاعنا تاع الشوكولا حاضره. زينتها بشويه لوز ايفيلي على الجوانب، وتزيين يبقى اختياري كل وحده وكيفاه تقدر تزينها. راح نقطع معكم قطعه باش تشوفوا كيفاه داير القوام تاعها. تجي اسفنجيه وتجي الصوص تاع الشوكولا هذيك تجي من الفوق تعطيها ذوق هايل. ان شاء الله تعجبكم. ومقاديرها جد بسيطه ماهيش لي. هاي ليك كيفاه تجي دايره. تجي اسفنجيه وتجي خفيفه، وهذيك لاصوص تعطيها ذوق هايل. هذه هي الطرطة تاعنا الكيكة تاعنا تاع اليوم. ان شاء الله تعجبكم. كيكة جد بسيطة بصلصة بنينة تاع الصح.
ان شاء الله تعجبكم. اذا عجبتكم ديروا لي جيم لا فيديو تاعي، ونتمنى انكم من كل مشاهداتي انهم على الاقل يشاهدوا لا فيديو تاعي دقيقتين ولا ثلاثة، باش هكذاك يثبت الاشتراك تاعهم ولا فيديو تاعي تطلع. وفي الاخير نقول لكم مع السلامة في وصفة قادمة ان شاء الله.